من شبح يصطدم في السيارة ويختفي إلى دمية تراقب شخص ما في المطار. مرحبا بكم متابعينا في فيديو جديد. سأعرض عليكم في هذا الفيديو أغرب 5 فيديوهات ليس لها تفسير. الجزء الثاني شبح في موقف السيارات. تم التقاط هذا الفيديو من خلال كاميرات المراقبة وتظهر ساحة وقوف السيارات. شاهد عندما كانت تسير هذه السيارة ويأتي شخص فجأة أمامها ليتوقف السائق ظنا منه أنه قام بدهس هذا الشخص، لكن لم يجد أحد. يخرج كل من السائق والراكب يبحثون عنه لأنهم ظنوا أنهم قاموا بدهسه، لكن يختفي فجأة ودون أي أثر. فما تفسير ذلك؟ بعض الناس قالوا أنه شبح أو روح شخص ما. أخبرنا في التعليقات ما رأيكم بالفيديو. الفيديو الثاني في روسيا. بينما كانت تسير هذه السيارة على الشارع العام، فجأة تبدأ بالانحراف، يكاد يصطدم بشيء ما وقد عرض حياته والمركبة إلى الخطر. لكن ما السبب؟ من الصعب معرفة سبب انحراف الشاحنة، ولكن بعد ذلك يصبح الجواب واضحا. رجل يرتدي ملابس المختبر ويظهر من العدم. وقد حاولت العديد من النظريات تفسير هذا الحدث الغريب، وقد قيل الرجل يمكن أن يكون عالما من المستقبل أخطأ في السفر عبر الزمن، والبعض الآخر قال إنه مجرد شخص عادي أراد عبور الشارع. لكن إذا نظرت بتركيز ستشاهد الرجل الذي يعبر الطريق أمام الشاحنة. الغريب في الأمر هو ردة الفعل من هذا الشخص بعد أن كاد يموت بسبب الحادث، لكنه يستدير ببساطة ويضع يديه في جيبه ويسير بهدوء. لكن السؤال الأهم، لماذا كان هذا الرجل يحاول عبور الشارع علما أن الشارع فارغ في الجهة الثانية، حقول فارغة على الجانب الآخر؟ ولماذا يرتدي ملابس المختبر؟ سؤال ليس له إجابة. الفيديو الثالث المنزل المسكون. تم نشر هذا الفيديو من شخص الذي يدعي أنه كان ضابط شرطة منذ عام 1983. يقول تيد أنه سمع بعض الأصوات الغريبة القادمة من منزل مجاور، لذلك قرر أن يلقي نظرة. وعندما اقترب من المنزل والذي يبدو وكأنه محروق ومهجور، يقوم الضابط بتحريك الكاميرا، وفجأة يظهر وجه غريب من نافذة الطابق العلوي قبل أن يختفي في الظلام. فما تفسيركم لهذا الشيء الغريب؟ الفيديو الرابع في تايوان. سجلت هذه اللقطات المخيفة بينما كان يهطل المطر بغزارة. يمكن رؤية رجل يسير في الزقاق نحو دراجته النارية المتوقفة. بمجرد وصول الرجل إلى دراجته تظهر فتاة صغيرة ترتدي فستانا أحمر في ظروف غامضة بجانب الشاحنة المتوقفة في الطرف المقابل من الزقاق. ومع استمرار اللقطات ظهرت دراجة نارية. إذا ركزت جيدا ستشاهد أثناء مرور الدراجة يمكن رؤية عجلات الدراجة من خلال رأس الفتاة الصغيرة. لكن الذي يجعل هذا الفيديو أكثر رعبا هي في الحقيقة أنه في تايوان هناك أسطورة قديمة تعرف بالفتاة ذات الرداء الأحمر، وهي شبح فتاة صغيرة ترتدي فستانا أحمر وتطارد ضحاياها قبل موتهم. الفيديو الخامس الشبح الموجود في غرفة العمليات. تم تصوير هذا الفيديو في مستشفى في المكسيك لشخصين وهم يسجلون فيديو، لكن تظهر أمام الكاميرا فجأة شخصية غامضة تمشي بجوار النافذة. فيركض الشخص الذي يحمل الكاميرا للتحقق عن من الذي في الداخل. يفتح الباب ويدخل لكن لم يجد أحد، وفجأة تبدأ الطاولة بالتحرك بدون سبب واضح. يغادر الشخصان الغرفة بسرعة وهم خائفون، فيقوم بتصوير كامل الغرفة. والغريب في الأمر لا يوجد أحد في الغرفة، وأيضا لا يوجد في الغرفة إلا باب واحد للدخول والخروج. فما كان هذا الشيء الغامض؟ هل هو شبح شخص مات في غرفة العمليات هذه أم شيئا آخر؟ أخبرنا في التعليقات ما كان هذا الشخص الموجود في غرفة العمليات حسب رأيك. وإذا عجبكم الفيديو تستطيع الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونلتقي معكم في فيديو جديد.